الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الداء والدواء ذكر في موطن من هذا الكتاب علامات تدل على سلامة القلب. هذه العلامات أنا أرى أن من المهم جدا لطالب العلم والمسلم عموما أن يتأمل في هذه العلامات الست تأملا عظيما ويجاهد نفسه على تتميمها، لأن اكتمال هذه العلامات في العبد دال على سلامة قلبه، لأنها إنما تكون من القلب السليم، علامات للقلب السليم. العلامة الأولى في ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى كثرة ذكر الله عز وجل، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن عمر قلبه بمحبة الله كثر على لسانه ذكره لربه. فمن أعظم العلامات على سلامة القلب كثرة الذكر، تلاوة للقرآن، تسبيحا وتهليلا وتحميدا، انشغالا بالعلم، قراءة وتعلما وتعليما، فهذه من أعظم العلامات على سلامة القلب. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، يعني في كل أحوالهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام ويعرف الناس فيها بربهم وصفاته وأسماءه، هذه أيضا مجالس ذكر لله. العلامة الثانية أن يألم عند فوات الورد يكون له ورد يومي، مثلا نصيب من القرآن كل يوم، يعني إما جزء أو جزئين أو ثلاثة بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى له، أو يكون له ورد من الليل، يعني قدر من القرآن يقرأه في صلاة الليل أو نحو ذلك. هذا الورد شيء يعد حلوا في حياته جميلا، فإذا فاته ليلة أو يوم ذلك الورد تألم لأنه فاته شيء محبوب إلى قلبه، شيء لذيذ لنفسه، فيتألم لذلك، بخلاف من لا عناية له بهذا الأمر ولا تذوق له لهذا الأمر لا يجد ألما. الآن ترى بعض الناس يعني ليس ورد تفوته فريضة، يعني تطلع الشمس وهو ما صلى ولا يجد في قلبه ألم، ما يتألم قلبه. وآخرين ممن أكرمهم الله عز وجل بتذوق الإيمان وحلاوة الإيمان إذا فاته ورد مندوب وليس واجبا، وردا مندوبا مستحبا، إذا فاته يتألم. ومن الناس تفوته فريضة ولا يجد في قلبه ألما لذلك. وهذا الذي نتحدث عنه الذي يتألم لفوات الورد، كيف شأنه لو فاتته فريضة؟ كيف يكون ألمه لو فاتته فريضة؟ الأمر لا شك أعظم. يعني لو أنه مثلا ضبط ساعته وتعطلت في ذلك اليوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو قريبا من طلوعها، ما كان مفرطا، يألم لذلك أشد الألم. الوالد يحدثنا حفظه الله عن أحد الأفاضل توفي رحمه الله من سكان المدينة، يوم من الأيام ضبط ساعته وتعطلت فما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فتألم ألم شديد مع أنه لم يحصل منه تفريط، تألم ألما شديدا لفوات الفجر ذاك اليوم الواحد في حياته، تألم ألما شديدا لذلك. يقول الوالد وكما أخبره الشخص نفسه، فجاء توضأ وجاء المسجد النبوي وجلس فيه إلى صلاة العشاء ذلك اليوم، يرجو أن يكون ذلك كفارة له على فوات صلاة الفجر، فجاء مباشرة إلى المسجد النبوي وبقي في المسجد النبوي إلى أن صلى العشاء، يستغفر ويذكر الله ويقرأ القرآن، يرجو أن يكون ذلك كفارة له. لكن بعض الناس يفوته الصلاة ولا يجد ألم، لكن لو فاتته تجارة من تجارات الدنيا يتألم لها. فإذا من علامات سلامة القلب أن يألم عند فوات الورد، كأن يكون له مثلا ورد من الليل يصلي أو حزب من القرآن أو نحو ذلك، فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تألم الحريص على المال لفواته الربح في ماله، لأن الذي هو فيه أعظم والربح الذي فيه أكبر. الربح الذي فيه العابد لله هو التجارة الأخروية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه العلامة الثالثة لسلامة القلب الشح صاحبه بالوقت. الشحيح بالوقت يعني لا يفرط
في وقته فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة، لأن الوقت عنده ثمين للغاية، فما يريد أن يضيع وقته فيما لا فائدة فيه أو أن يضيع فيما فيه المضرة عليه. وكثير من الناس تضيع أوقاتهم فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجده في صحة وعافية وقوة ونشاط، لكن فراغه الذي هو الوقت ضائع فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة عليه. إذن من علامات سلامة القلب أنه شحيح بالوقت. معنى شحيح بالوقت يعني حريص على استغلال الوقت في النافع واستغلاله في المفيد. هذه العلامة الرابعة لسلامة القلب أن يكون همه أي القلب واحدا، ليس مشتتا ولا ممزقا ولا مفرقا، همه واحد، همه الدار الآخرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قلبه مجتمع على هذا الهم، ليس قلبا مشتت بهموم في أشياء ليس من ورائها طائل أو أشياء فيها مضرة عليه ومهلكة له. فمن علامة سلامة القلب أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله، فيجعل همه لله ويترك ما سوى ذلك. هذه العلامة السادسة مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التعظيم للصلاة، ولا سيما الصلوات المكتوبة ال5 صلوات، التعظيم لها والمعرفة بقدرها والعناية العظيمة بوقتها، شروطها، واجباتها، سننها، آدابها، يعتني بها عناية عظيمة. وإذا جاء وقت الصلاة فرح بذلك وقام إليها بنشاط، فرحا مرتبطا مسرورا، سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى مناجيا وسائلا وداعيا، فتعد أنسا له وقرة عين وراحة لقلبه وطمأنينة لنفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا دخل في الصلاة وجد فيها راحته ونعيمه، قرة عينه وسرور قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. فرق بين من قوله أرحنا بالصلاة يجد فيها راحة، ومن راحته في الخلاص منها. لسان حالي يقول أرحنا من الصلاة لأنها ثقيلة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة راحة القلوب وقرة العيون وأنس النفوس وسعادة الدنيا والآخرة. فإذا من علامات سلامة القلب تعظيم للصلاة. إذن هذه العلامة أصبحت مثل الميزان اليومي الذي يكتشف فيه المرء نفسه، يكتشف فيه حال قلبه، ينظر حظه من الصلاة كيف هو مع هذه الصلاة، لأن الصلاة ميزان يومي 5 مرات يزن المرء نفسه يوميا. ولهذا السلف رحمهم الله يعدون الصلاة ميزانا يوميا يكتشف فيه المرء نفسه، وأيضا يكتشف غيره. الآن لو أراد شخص مثلا أن يزوج ابنته، ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنها الصلاة، يذهب إلى جماعة حي ذلك المتقدم لابنته ويسأل جماعة الحي: كيف فلان في الصلاة؟ ميزان يومي. إذا قالوا له هذا ما نراه في المسجد إلا قليل، والفجر ما سبق رأيناه فيه أبدا مثلا، هذا يتجنبه، لأن الصلاة ميزان يومي يكتشف فيه المرء نفسه، وأيضا يكتشف الآخرين. مرة قرأت لأحد الأشخاص يقول: حضرت محاضرة لشخص فيتحدث عن الإسلام، يقول: فبهرني بالكلام فأحببت أن أقترب منه واستفيد منه. يقول: فذهبت سألت عن منطقته وحيه، وذهبت إلى مسجد صلاة الفجر، فلما صلينا سألت عنه قالوا: ما جاء.
قلت لعله صار له ظرف، جئت غدا وبعد غد، فقال لا تنتظره، هذا ما يأتي لصلاة الفجر، ما يصلي معنا الفجر في بيته، ما يخرج في بيته. الصلاة ميزان يومي، ميزان يومي يكتشف فيه الأشخاص، وأيضا أنت تكتشف نفسك، تكتشف نفسك في هذه الصلاة التي هي ميزان يومي، محك يومي. ولهذا من علامات القلب السليم تعظيم الصلاة والعناية بها في أوقاتها، في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قديما لما كانوا يرحلون لأخذ الحديث أول ما ينظرون صلاة المحدث كيف هو محافظته، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم لكن ما عنده عمل، ما عنده عمل، مضيع، مفرط في العمل، ما انتفع بالعلم الذي عنده، وخاصة عندما يكون عدم انتفاعه في العلم الذي عنده بتضييع الفرائض، تضييع الفرائض، فرائض الدين العظيمة. فمن علامات سلامة القلب تعظيم الصلاة والعناية بها. نعم. فرق بين من يصلي ليستريح من الصلاة ويخلص منها وينتهي من هذا الحمل الذي يعد ثقيلا، لأن الصلاة قد تكون ثقيلة جدا على بعض الناس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافق، قد تكون ثقيلة جدا، ويذهب إلى المسجد يجر رجليه جرا ويسحبها سحبا، نفسه ليست مقبلة. فرق بين من يذهب إلى المسجد مبتهجا ففرحا مرتبطا مسرورا بهذه الطاعة العظيمة. فالصلاة هي راحة القلوب وقرة العيون وأنس النفوس. نعم.